هذا الفريق بخوف. وعلى لابورتا رئيس نادي برشلونة إيجاد الحلول فيما تبقى من سوء الميركاتو. السلام عليكم أصدقائي. ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي كما هو متوقع. الملكي يتسيد أوروبا. هو صراحة نحكي المنطق، هو سيد أوروبا، لكن هي بطولة إضافة للبطولات، ولو كانت هي بتسمى بطولة افتتاحية للموسم اللي رح يبدأ خلال أيام قليلة. ريال مدريد اللي ربح على أتلانتا الإيطالي في وارسو في بولندا بهدفين مقابل لا شيء. قبل ما أبدأ أصدقائي اشتركوا بقناتنا، تابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نحن معكم رح نكون بكل جديد، وانتظرونا مع بداية الموسم. صراحة ريال مدريد يا ترى أقنع اليوم جماهير ريال مدريد اطمنت على فريقها. أنا برأيي ريال مدريد اليوم لم يقنع، وإنما أبدع، وإنما صراحة قدم مباراة رائعة. البعض رح يقول لي إنه انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وما كان فيها الفرص الخطرة، لكن بالشوط الثاني في 20 أو 25 دقيقة ريال مدريد أكل أتلانتا وأكل الملعب وأكل الجمهور. صراحة ريال مدريد قدم شوط ثاني رائع، أو 25 دقيقة لحتى حسم المباراة بهدفين فالفيردي وكيليان مبابي. كيليان مبابي يلي افتتح بنك الأهداف. البعض رح يقول لي بنك، نعم، لأن كيليان مبابي المتوقع إنه يكون نجم من نجوم النادي الملكي تهديفيا خاصة، تهديفيا، لأنه اللي شفناه اليوم من كارلو أنشيلوتي إنه عم يلعب كيليان مبابي كلاعب 9 ورودريغو يمين وفينيسيوس يسار. يا راجل أي فريق رح يوقف هذا الهجوم؟ مبابي، رودريغو، فينيسيوس. يعني اليوم غاسباريني المدرب الإيطالي لنادي أتلانتا، أنا هذا المدرب كتير بحبه صراحة، كتير بحبه، لأن المدرب رائع، مدرب خزلته كرة القدم كتير وما كان محظوظ بالسنوات الماضية، كتير ما كان محظوظ، لكن بنهائي الدوري الأوروبي قدم لنا مباراة رائعة أمام بطل ألمانيا باير ليفركوزن، وربح عليه بنتيجة ثقيلة جدا. اكتسحوا لتشافي ألونسو أداء ونتيجة. صراحة أنصفت غاسباريني اليوم. غاسباريني صراحة اليوم أنا قدم مباراة كبيرة اليوم نافس ريال مدريد. الفرق بين أتلانتا وريال مدريد الأسماء الموجودة على الملعب، لأن في فوارق كبيرة بين أسماء النادي الملكي وأسماء أتلانتا. لكن غاسباريني أنا برأيي نافس النادي الملكي وشكل خطورة، لكن اللمسة الأخيرة كانت عم تنقصه، اللمسة الأخيرة، وأحيانا اللمسة ما قبل الأخيرة. لكن بالمجمل شوط ثاني لريال مدريد رائع. ريال مدريد مرعب. ريال مدريد صراحة بيخوف. هذا الفريق بيخوف. أنا ببداية الموسم الماضي قلت ريال مدريد رح يكون الأفضل بأوروبا على الموسم الماضي، وهذا اللي كان. صراحة نحكي المنطق، أحرز دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني. لكن هاي السنة بدي اضطر أولى يا جماهير البلاوغرانا إنه ريال مدريد رح يكون رقم صعب كتير. وعلى لابورتا رئيس نادي برشلونة إيجاد الحلول فيما تبقى من سوء الميركاتو. صراحة ليش؟ لأن خدوها مني وسجلوها علي، ريال مدريد ما راح يخسر مباريات كتير. ما في فريق ما بيخسر، لكن ريال مدريد ما راح يخسر. هذا الفريق صعب، دكة بدلاء عامرة، فريق صراحة مدجج بالنجوم. من الناحية الهجومية اكتساح. نحن شفنا اليوم والله الهدف الثاني يدرس. يعني بيلينغهام، أنا السؤال اليوم عم محيرني صراحة، أين بيلينغهام في اليورو؟ هو كان أحسن لاعب باليورو بالمنتخب الإنجليزي، لكن بالمجمل ما قدم شيء. بيلينغهام بمباريات اليورو كلها لو وصل للنهائي ما قدم شيء قدام المباراة اللي قدمها اليوم الكبيرة العامرة الرائعة بالسوبر الأوروبي أمام أتلانتا.
قدم أداء رائع بيلينغهام، وأنا جائزة أحسن لاعب بالمباراة أنا برأيي لبيلينغهام. رائع هذا اللاعب، رائع هذا اللاعب، لأن بصراحة قدم مباراة رائعة، تمريرات سحرية. ريال مدريد فريق متكامل، فريق مرعب. السوبر الأوروبي البعض بيقول لك إنه هي بطولة ودية، أحيانا بتكون هي بطولة افتتاحية الموسم، لكن اسمها لقب ولقب أوروبي، وتسجل في خزائن النادي الملكي العامرة. ريال مدريد ربع على أتلانتا بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول فالفيردي من صناعة فينيسيوس، والهدف الثاني الرائع لإمبابي اللي قدم مباراة رائعة. تموضع اللاعب اليوم اللي نحن قلنا انه لاعب 9، لكن لحاله عم يروح على الجناح الايسر، واحيانا اقل على الجناح الايمن. لاعب رائع، وانا بتصور راح يكون له الكلمة العليا بنادي ريال مدريد هذا الموسم، وراح يكون اسطورة من اساطير النادي الملكي. بالمختصر اصدقائي، ريال مدريد صعب يخسر، وممكن ما يخسر، وممكن يكون في كوارث على نادي الكتالوني إذا لابورتا ما لحق حاله. أصدقائي، يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة، تابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. جماهير النادي الملكي 1000 مليون تريليون مبروك، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.